اليوم عندنا فيلا مستقلة مع مسبح خاص. مساحة المباني 225 متر. الحديقة عندنا بتبدأ من الحدود اللي هناك كده، دار مدار حوالين الفيلا حرف يو. طبعا الفيلا بتيجي 4 غرف وصالة مع 3 حمامات داخل مجمع سكني متكامل الخدمات. هنشوف الحديقة مع بعض. الحديقة مساحتها كبيرة جدا، في مسافة كويسة بين الفلل. دي شكل الحديقة. هناك في موقف للسيارة. دي شكل الفيلا من الجهة التانية. هنا شكل المجمع. هندخل نشوف الفيلا من داخل. طبعا هنا عندنا مدخل الفيلا. هنا شكل الفيلا من بره بالشكل ده كده. اول ما ندخل هنا على اليمين عندنا حمام بيكون بالشكل ده كده. الجهة اللي خلف الباب عندنا هنا خزانة، جنبيها في غرفة نوم موجودة في الدور اللي تحت. هنا عندنا الصالة مساحتها كبيرة. كمان الميزة في الفيلا عندنا ان هي فيها مكيفات. طبعا كل الدرايش والابواب عليها شطر بالشكل ده كده. وطبعا في مخرج من الصالة على الحديقة وحمام السباحة. هنا شكل الصالة من الجهة التانية. عندنا التراس اللي مع الحديقة نقدر نطلع له من هنا أو من المطبخ. هنا طبعا درج السلم يطلعنا فوق على 3 غرف. هنا شكل المطبخ. المطبخ مساحته كبيرة بالشكل ده كده. هنطلع فوق. طبعا فوق هنا عندنا ده الممر، ممر عريض وواسع. هنا عندنا مخزن. هنا عندنا الغرفة التانية معاها إطلالة جميلة على الطبيعة والجبل. هنا عندنا الغرفة التالتة بتكون بالشكل ده كده. طبعا معاها بلكونة. دي شكل البلكونة. إطلالتها بتكون على المجمع وحمام السباحة بالشكل ده كده. هنا عندنا الحمام اللي يخدم الغرفتين بيكون بالشكل ده. حمام مساحته كبيرة. واخر حاجة عندنا هنا الغرفة الماستر. غرفة مساحتها كبيرة جدا. هنا الإطلالة بالشكل ده كده. وهنا عندنا حمام الغرفة.